سنة 1798 جه نابليون بحملته العسكرية الشهيرة لمصر، ومن خلالها دخلت مصر واحدة من أكتر الفترات المأساوية في التاريخ المصري الحديث، وده بسبب كم الجرائم والانتهاكات اللي سابت آثار عميقة على الشعب المصري وثقافته واقتصاده. لما وصلت القوات الفرنسية الشواطئ المصرية ما كانوش متوقعين اللي ممكن ينتظرهم من رد فعل الشعب المصري، خصوصا ان نابليون كان قايل للمصريين في خطاباته اللي وزعها عليهم انه جاي يخلص المصريين من حكم المماليك الظالم المستبد، الا ان تصرفات قواته كشفت للشعب المصري عكس كده. من اول يوم نزلت فيه الحملة الفرنسية اسكندرية وكان في احتجاجات من الشعب المصري على تواجد الفرنسيين، وعشان يرد نابليون على حركات التمرد اللي كانت ضده بدأ يستخدم الشدة والعنف. في أكتوبر 1798 حصلت في القاهرة انتفاضة عظيمة من الشعب المصري ضد الفرنسيين، ردت الفرنسيين عليهم بوحشية، فقامت بتدمير الأحياء السكنية وقتل مئات من المدنيين، وكان الهدف واضح عند نابليون وهو نشر الرعب في قلوب المصريين ومنعهم من التفكير في التمرد مرة تانية. طب وقفت عند المرحلة دي؟ لا طبعا، ما اكتفوش القوات الفرنسية بنهب وتدمير الممتلكات فقط، إنما استولت على الكنوز والمباني الحكومية، وحتى وصلت لممتلكات المواطنين العاديين ما سلمتش منهم، لدرجة إنهم بعتوا كتير من القطع الأثرية لفرنسا، بما فيهم حجر رشيد اللي ساعد بعد كده في فك رموز الكتابة الهيروغليفية. لكن على النقيض فقدت مصر جزء كبير من تراثها، وعشان تأكد القوات الفرنسية سياسة السيطرة وتحافظ عليها قامت بإعدام عدد من المصريين من غير محاكمة عادلة، يعني أي شخص يشتبه في دعمه للمقاومة كان بيعدم فورا، وكان الإعدام بينفذ علنا لترهيب الناس. على المستوى الديني حصل انتهاكات من قبل الفرنسيين للقيم الدينية، زي انهم استخدموا مثلا المساجد كمقرات عسكرية وإدارية، وده أثار غضب السكان المحليين. بعدها حاول نابليون انه يقدم نفسه كمدافع عن الإسلام، لكنه معرفش يكسب دعم الشعب. على المستوى الاقتصادي فعايز اقولك ان الاقتصاد اتدمر، وده بسبب سياسة الفرنسيين اللي دمرت البنية التحتية وزودت الضرائب بشكل كبير عشان يصرفوا على الوجود الفرنسي في مصر، وده خلى الشعب المصري يعاني من نقص الموارد وتدهور أوضاعهم الاقتصادية. على المستوى الصحي ساهمت الظروف الصحية اللي كانت موجودة في فترة الحملة الفرنسية في انتشار الأمراض زي الطاعون اللي انتشر بسرعة وقتل آلاف من المصريين حتى الجنود الفرنسيين. على المستوى الدولي لما هزمت انجلترا القوات الفرنسية في اسكندرية ازدادت وحشية الفرنسيين وعملوا حملات انتقامية ضد المصريين لضمان عدم دعم الشعب المصري لانجلترا، وده زود من معاناة المصريين. في الاخر عايز اقولك ان الحملة الفرنسية سابت اثار سلبية فضلت معانا لفترات طويلة جدا، على الرغم من انهم قاموا ببعض الاصلاحات الادارية والعلمية الا ان اضرارها كانت عميقة جدا. وعلى الرغم من محاولة نابليون في تقديم نفسه في دور المنقذ الا ان الواقع كان مغاير تماما. هتفضل الفترة دي ذكرى مؤلمة في تاريخ مصر بتفكرنا بوحشية الاحتلال واهمية الحرية والاستقلال.